الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني والله إلا باغي نرتاح، ولكن يعني ما يمكنش ترتاح وتخلي الأمور والمتابع كيسول وكل شيء باغي يعرف شنو واقع وعلاش. وبزاف ديال المتابعين اللي دخلوا عندي في التعاليق، دخلوا الإخوان التعاليق غادي تجبروا كل شيء كيقول نسحبنا من عند يسرى، نسحبنا من عند يسرى، نسحبنا من عند يسرى. أنا كنقول لكم يعني عطوها فرصة ثانية الإخوان. أنا كنشوف بأن يسرى تستغل من جديد. معنا ضيف الحلقة الإخوان هو السي مراد. مرحبا خويا مراد. تحياتي ستار بالحاج وتحياتي المتابعين ديالك الراقيين والمحايدين. الله يحفظك. وتحيه لجميع المتابعين اللي كيتبعوا يسرى. انا من هذا المنبر ديال حتى انا شفت التعاليق ديال قناه يسرى وشفت التعاليق عندك. انا كنشد الجمهور انهم يعذروا يسرى، لان يسرى باقا جديده في اليوتيوب وما باقا عارفه القوالب وهذا الشيء ديال سميتو، انه هما كيف ما طلعوها بغاو ينزلوها، وهذا الشيء راه حرام. هذا الشيء اللي داروا لهاد البنت هذه، هذه الخرجه اللي خرجوها ما كانتش خرجه موفقه، يعني ما كتخدمش لها المصالح ديال القناه ديالها، بحكم ان القناه ديالها قناه يعني ديال تابع الطبخ، يعني ماشي الكونسيبت ديال المحتوى ديال الطبخ ما كانش عليها الدستور لهذا المستنقع هذا. وانهم قالوا مروا لعائله يسرى واحد المغالطات، قالوا 3 مليون وما 3 مليون. حنا راه غادي ان شاء الله غادي نناقشوا هذا الشيء، المساله غنناقشوها معك ستار بالحاج. مرحبا خويا. حنا ما هضرناش على 3 مليون. وما هادو اللي تيقولوا اللي قالوا لعائله يسرى قولوا يعطينا الدليل، لا هما اللي خاصهم يعطوك الدليل باننا حنا قلنا 3 مليون باش تخرجي وتهاجمي قنوات اخرين. هادشي يسرى حنا ما نبغوش لك بنتي يسرى، انت القناه ديالك بقاي محايده، الناس حبوك يعني من جميع الاطراف، يعني من جميع القنوات كاين متبعين، يعني من متابعين ديال الزروالي وجاو دعموك، متابعين ديال كبيس وجاو دعموك، متابعين ديال قنوات كبار وجاو دعموك وحنا نشهموك بالظلومه. اما بنتي خاصك تصحبي داك الكلمه اللي كتقولي اللي ما كيبغينيش انا، اللي ما بغاناش هذا يخرج من عندي، اللي ما خاصك تقولها بنتي، لان الجمهور فهمتيني ضامن معاك، ولان الجمهور هو راس المال ديالك. والجمهور هو التاج فوق جميع القنوات. صح. هو التاج ديال جميع القنوات، ما خاصكش والمحرك الاساسي. هذا الخطاب هذا للجمهور هذا راه خطا فادح داروه لك باش تتوقع في هذا الفخ، وكنتمنى تراجعي لهذا الكلام هذا. اجا خويا مراد، ما كتشوفش بحال اللي انا ما فهمتش بحال اللي مقصوده هذه القضيه هذه بانت ليا، يعني داكشي اللي كان الطيب كيمارسوا بحال دابا كيحطها في الوسط وتجاوبي وهضري وديري. نفس خويا مراد لاحظت داروها في الوسط وبقاو شي كينغزها من هنا وشوف فاش بقيتو من هنا، ايوا فاش بقيتو كيخاطبوا المتابع، راه ما كيخاطبونيش انا راه غير قناه، انا نهضر في اي موضوع. تفضل. النقطه راني لاحظتها واحد الكلمه مهمه، خاص الجمهور المتابعين يلاحظوا هذا النص، يعني راه نفس الطريقه اللي كان تيدير كبيسو في الاستغلال ديال يسرى، وهذا هو الدليل، راه هو قدامكم في الفيديو اللي لاحظت يسرى ملي كان كبيسو كيحطها حداه وتيقول يسرى قولي للمتابعين راه حنا مهلين فيك، راه حنا موفرين لك كل شيء، نفس الطريقه يعني كذا يعني نفس الطريقه داروها معاه هما. صح. هاد الحرافين جاو ثاني حطوها وسط منهم وقالوا قولي للمتابعين عطونا الدليل ديال 3 مليون. بنتي يسرى راه هما اللي خاصهم يعطوك الدليل ديال الاوديو ولا الدليل ديال شي فيديو باننا حنا قلنا 3 مليون. لا ما في اخباري جانا 3 مليون والله ما سمعتها من عندهم انا. حنا ناقشنا هاد الحرافيش، ناقشناهم على الوساطه، يعني شفنا واحد الصاك جا لعندك انهم مخلصين فيه شادين فيه 1000 درهم وهضرنا على النقطه ديال المنتدى، لانهم بغيو يجروك بنتي المساله القانونيه لا اقل ولا اكثر. هما اللي خاصهم يعطونا الدليل، حنا كيف ما كنحطوا الدلائل بالاوديوات في القناه ديال موريزو يحطوا لنا حتى هما الدليل بانني انا مثلا قلت 3 مليون ولا ستار بالحاج قال 3 مليون ولا شي قناه اخرى قالت 3 مليون، باش نعرفوا اسابيع الاتهام لما انتشرت. يعني ما تبقاوش تستحمروا المتابعين. حنا كنشوفوا يسرى دابا اللي كان كيبيسو انتم بحال سيطرتوا عليها وغادي تستغلوها. نفس هادشي كيتسمى السيطره. يعني يسرى حنا بغيناها تكون مستقله بالقناه ديالها. زائد واحد النقطه اخرى، انا ملي شفت قبيله اللايف ديال فاتي ريان حسن مرسلعه قال لي انا ما شفتش هذا الفيديو ما في اخباريش. سيدنا خويا مراد خويا هذه نقطه مهمه، ولكن اللي بغيت نقول لك اخويا مراد، شفت الاخت فاتي ريان وقع عليها واحد الهجوم شرس. علاش؟ لانها انا شفت اللايف ديال الصباح ديالها قالت بان داك الفيديو ماشي من مصلحه يسرى وخصو لو كان يتحذف احسن، هذا هو. ولكن تم هجوم عليها هجوم شرس، وانا كنعلن هنا التضامن مع الاخت فاتي ريان، صراحه تستاهل كل الخير، كتدافع بشراسه. انا كنتضامن معها. علاش؟ شوف حيت هاد الناس هادو ما كيبغيش شي واحد اللي يقول كلمه حق،
والشيء اللي بغى الكلمه بحق شي فاتي ام ريان هي الوحيده اللي ركعات كبيسو وركعاتو صحيح. لدرجه انه نسى يسرى ولا مقابله غير هي بالسبال والمعيار. زائد واحد النقطه اخرى مهمه غادي نذكرها على الحرافيش وعلى ديك بغله القبور ديال القبور فوالا. راه كبيسو من الضامن، كبيسو راه الضامن مع الام ديال فاطمه ام ريان، ماشي الضامن مع الام ديالك انتيا. حنت هي كاع ما بكيتش على امك، انت امك اللي حصل في السبيطار وما بكيتيش عليها. اما فاطمه ام ريان راه غير سبوا لها الام ديالها وخرجت بكات. وهو كبيسو بغى يكسب التعاطف ديال الجمهور، قال لي انا كنت ضامن مع ام فاطمه ام ريان الله يشافيها ويعافيها، وانتم شديتوا هذيك المقوله وحورتوها وبغيتي تلصقها كنتي زعما. هاد المغالطات حنا ما نسمعوش باعتبار الريال، لان هادشي كذب وبهتان واستحمار للمتابعين فقط. النقطه اللي بغيتي توجهها للاخ حسن وقطعتك. الاخ حسن، انا غادي نلومك من هذا المنبر ديال ستار بالحاج، لانك انت في اللايف ديال فاطمه ام ريان قلتي لا ما شفتش هذا الفيديو. وكيفاش السي حسن انت النهار الاول كتقول لنا، يعني انا باقي عندي مقطع مسجل ديال حسن المصلح غادي نعاود نحطو، كيقول لي ودي حنا ما بغيناش يسرى تخرج دير هادشي الضرب في الاعراض ولا المعاطيه. حتى في اللايف الاخ حسن كان قال هذا، يعني قال لك حنايا ما بغيناش تعاطى، ما بغينا، راه عطاها نصيحه هو. فوالا. كيفاش انت شاد القناه ديالها وغتوجهها تعطيها نصائح وغتشوف هذا الفيديو، انت شاد القناه ديالها وغتشوف هذا الفيديو غادي يمر مرور الكرام وتخليه يمر، اذا انت دير يدك معاهم. الا ما كنتيش دير يدك معاهم خرج لينا بواحد التوضيح، قول لنا ودي راه يسرى تعلمات المونتاج وراه كتمونتي راسها، وراه الفيديو لحتو راسها وعلى البراءه ديالها من هذا الموضوع هذا، لانك انت الاصابع الاتهام غتشار لك انت الاول بحكم انك انت المسؤول على القناه. يعني اي حاجه كتنشر في القناه يسرى راه انت اللي كدير لها المراجعه، انت لا بالك شي محتوى اللي غيسيء اليسرى وغيجر اليسرى المستنقع ديال التفاهه ما خصكش تسمح به. هذه وجهه النظر ديالي، ولا كان الجمهور متفق معايا راه يكتب واحد حسن مصلح تخرج واحد التوضيح للراي العام توضح على هذا الفيديو هذا بالضبط، لان الفيديو كنشوفوا انه خالف المحتوى ديال يسرى، بحكم ان المحتوى ديال يسرى المحتوى ديال الطبخ، ولاحظنا كاع القنوات المليونيه كاع اللي عندهم المحتوى ديال الطبخ ما تيخرجوش هاد تصفيه الحسابات. يعني الا كان الحرافيش عندهم تصفيه حسابات ما بين القنوات ما تدخلوش يسرى في هاد المسائل هذه. يعني شنو هما فقدوا المصداقيه وخلوا يسرى تخرج واحد الخرجه انتحاريه في القناه ديالها، انا كنسميها فيديو انتحاري. صح. يعني انه الى لاحظتي التعاليق ديال اللي كانوا في الفيديو ديال يسرى راه ما لاحظنا حتى شي قلب شي موالفه حسن. برافو عليك، برافو، الملاحظه ملاحظه مهمه. ملي كيطلع شي فيديو كنلقاو التعليق ديال حسن المصلح تيكتب واحد التعليق تيقول لها برافو بنتي يسرى، وكيبقى يورك يدير قلوبه. هذا الفيديو ما شفناش فيه القلوبه وما شفناش فيه التعاليق ديال دابا باش ما نتهموا لا حسن الاول، حنا دابا لحد الساعه ما عارفينش واش حسن مازال شاد القناه ولا ما شادش، ولا هو اللي ما عرف صراحه. اصلا عاد نعرفوا هذه القضيه. احنا ما اتهمناش، شوف احنا ما اتهمناش، احنا بغينا يخرج لنا توضيح. لا انا راه عطيته انا راه وجهت له السؤال مباشر في اللايف السابق اخويا مراد، قلت له خصك تخرج اخويا باش نعرفوا حنا، باش ما نبقاوش غير مع بالنا هكا نقولوا حسن شايف هذا الشيء ومخلي هذا. فهمتي السؤال يا اخويا مراد؟ وعاد كمل. لو كانت القناه في يديك انت واش غتخلي هذا الفيديو ولا تحذفوه ولا اش غدير؟ كيفاش غتصرف؟ لا ما نخليش يمر ما نخليش يدوز. علاش؟ لانه غادي يخرج على الكونسيبت ديال المحتوى. لا ونحسبوا لا شوف دابا انت نحسبوا الفيديو داز وهذا، والمهم تنزل، واش غادي تحذفوا ولا تخليه؟ غنحذفوا هكاك، غادي نحذفوا بكل امانه. علاش؟ بحكم انني انا مسؤول على القناه، ما يمكنش لي نسمح بالتنمر يمر في القناه ديال يسرى اللي غادي يعرضها للمساءله. علاش؟ بحال دابا الكلام ديال كبيسو طلع صحيح، فهمتي؟ صح، لانه قال بان يسرى ماشي سهله، وراه المتابع هكا دابا المتابع راه داخل، عرفتي شي المتابع كيقول لنا هذه راه ما سهلاش، هذه راه صدقه خطر هذه. ودابا شوف حنا دابا يسرى ما غاديش نلوموها، لان يسرى ربما شادين على شي حاجه. هذا هو يعني الكلام ديالي انا والكلام ديالك انت سي صار بالحق صحيح. يعني انا ملي حطيت الاوديوات ديال الحرفوج ديال تركيا انه مسجل يسرى مكالمه خصو يقطع ليا منها، خصو يقطع وعاود يصيفط لي الاوديو. يعني هادشي راه جينا ما غاديش يضغطوا على يسرى ويفرضوا عليها تقول هذا الكلام. كلامك معقول. وتا المتابع دابا الا دخلتوا عند اي واحد عندي ولا اللي انا بعدا كيقولوا لي ما تعاودش تهضر على هذا الموضوع، انسحب سالي، والله العظيم. لا شوف حنا
حنا شوف، حنا ما غاديش نسمحوا. شوف حنا يسرى عارفين مسكينه بان باقا جديده على اليوتيوب، حنا ما غنسمحوش يمروا لنا هذه المغالطات ولا يستحمروا المتابعين، لان المتابعين متابعين بعقلهم وراقيين وكيفهموا الامور. حنا ما غنسمحوش بهذه المغالطات تمر، لان ربما يسرى ضغط على شي ضغط، ولا ربما يسرى مسكينه تقول لهم انا موقفين معايا. شوف بنتي يسرى، انت راه الجمهور هو اللي طلب منك ديري قناه، يعني بهم هما ولا بلا بيا انا كنتي غادا ديري قناه، يعني غيرها هما جابوا لك الله في طريقك فقط لا اقل ولا اكثر، باش ما يبقاوش يضغطوا عليك ويقولوا لك حبه حنا نخرجوا نضربوا فيك وغننزلوك. لا شوف بنتي، الجمهور هو اللي يحبك، الجمهور هو اللي باغي ديري قناه، وانت ككبيس وراه بغا يطرطق. علاش؟ حيت ما جاوبتيش. حيت ملي كان كيخرج هو يجاوبك بشي حاجه تيقول لك انت يدك مقرم ما تعرفيش تعجني، انت كنتي كديري فيديو كتجاوبي بواحد الطريقه فنيه زوينه، كديري اللي كتعجني، يعني تجاوبي بهذه الطريقه بنفس الطريقه، تجاوبي بالكونسيبت ديالك، ما تخرجيش تجاوبيهم بهذه الطريقه انك تخرجي معاهم المستنقع ديال الضرب في الاعراض ولا التنمر ولا المحتوى التافه. المحتوى ديال الطبخ كبيسوا الى قال لك شي كلام جاوبيه انت بالطبخ، قال لك ما تعرفش تصاوب الحلوه تصاوب لي الحلوه، قال ما تعرفش طيب الكرعين طيب الكرعين، قال ما كنعرفش يعني جاوب بهذه الطريقه الفنيه والجمهور غادي يتعاطف معك. الا لاحظتوا حتى ديك التعاليق الايجابيه ما كانتش، يعني يسرى ملي كانت كدير شي فيديو على الطبخ وفين اللايكات ضعاف، اللايكات فين هي 10000 لايك وفين؟ يعني كنا كنشوفوا حنا اللايكات كتوصل 5000 6000 10000 لايكات فوالا. اما هذيك الحرفوشه الكبيره دابا هي دخلت حمارتها الاسبوع الفراس اللي هي تعطاهم. حنا قالت واحد المغالطه، قال علاش ما نجاوبوش الحرفوش ديال تركيا ولا الحرفوش ديال القنيطره. حنا كنا كنجاوبوهم ونحطوا لهم الدلائل. عاد نزيد واحد النقطه اخرى اللي بغى يمرر لي انا في اللايف ديال الحرفوشه ديالهم بالطاطاهم في اللايف البارح، قال انا كنهضر على السياسه وكنهضر على الجزائر بان الجزائر خاوه. انا هذاك التسجيل المقطع اللي حطيته راه ماشي ديال الجزائر، المكلخ على الحمار ديال تركيا، هذاك راه تسجيل مسرب من جبهه البوليزاريو، يعني من ما يفهموش هذا الشيء الاعداء ديال الوطن. حنا كنهضروا في هذا الشيء لا باش نوصل لهذه النقطه، فهمتيني؟ حنا الشعب الجزائري حنا منضامين معاه، ولكن حنا مع العصابات الكبرانات عندنا معهم حسابات كنصفوهم بيناتنا. انت ما عندكش الحق تدخل لي في الحياه ديالي ولا كيفاش كنهضر على المواضيع ديالي، لانني الاسلوب ديالي ما غتقدش عليا. انت غير حرفوش بقى مقابل الضرب في الاعراض، لانهم هذوك العصابات اللي سميتو كيجيو يدعموكم في الخاص وكيسيطروا التجار باش نتوما تنوضوا تشوهوا لنا العائلات المغربيه وتخرجوا لنا بهذا الشيء، هذا المحتوى اللي بغيتو تجروا يسرى ليه لا اقل ولا اكثر. صح الكلام ديالك صحيح خويا مراد. طيب هو دابا ما فهمتش دابا خويا مراد، دابا انت كنسولك كمتابع ماشي مراد، انت ماشي مراد، انت غير متابع. دابا شفتي يسرى عجبك متبع القصه مثلا ديال يسرى وشفتيها مع الطيب محقوره ودارت قناه وتبعتيها، واش من شفتيها مع الخلايق هادو وبهذا الاسلوب كيتكلموا باسلوب يعني لا يشرف المغاربه، اسلوب طايح والسبال المعيور، واش تبقى متبع ديال يسرى ولا يعني غادي خاطرك غادي يهرب بحال انت متابع؟ بطبيعه الحال شوف احنا المتابعين انا كمتابع ما كيعجبنيش هذا المحتوى ديال الضرب في الاعراض ولا هذا المحتوى ديال التنمر ولا قناه نضرب في قناه ولا حيت كيشوهوا القيم ديال الاسر المغربيه. حنا يسرى بغيناها تخدم على القناه ديالها، يعني تبين لنا الجانب ديال الطبخ المغربي، يعني دير لنا اكلات مغربيه، يعني واحد الصوره زوينه للبلاد تكون تشرف للبلاد. يعني يسرى حنا عطينا واحد المشعل اكثر ما هو التشريف هو التكليف. حنا يسرى ضامنا معاه لانها كانت ضحيه ديال الاستغلال ديال التنمر. كيفاش حنا كنشوفوا في القناه ديال يسرى انها هي كانت ضحيه ديال التنمر، انه كان يقول راها مريضه حقا لا راها يديها عوجين حقا كذا، يعني كانت كتعرض للتنمر. كيفاش حنا غنشوفوا انك انت استاذ ضرب الحال انهم كيتنمروا، واخا هي ما قالت والو، ولكن هذوك اللي جالسين حدا كيتنمروا عليك انت وتيقولوا لك مثلا الله يسمح لهم تيقولوا قرجتو مضروبه مطقوبه كذا. هذا الشيء انا ما نسمحش به، هذا الشيء ما نبغيش. علاش؟ حيت المرض ما كيبغيش شي واحد يتشفى به، وراه اللي كيتشفى بالله راه يجيب الله اللي يجيب المرض هو اللي غادي الناس يتشفوا فيه. مازال البلاد في الدنيا، يعني لا داعي انهم هما بغاو يصفوا الحسابات. دابا حنايا خويا مراد، خويا مراد حنايا علاش تضامننا مع يسرى ووقفنا معاها؟ علاش؟ لان الطيب شنو كان كيقول على بنته؟ باللي انها مريضه، بانها عوجه معوقه كتسخف كدير عطاوني وحده مريضه وانا غادي ندير شي كي وما غاديش.
حنايا هادشي ديال الامراض وهادشي ديال الخلق الله والصورات بنادم ما كنهضروش عليهم، ما كنعيبوش فيه، لان حتى شي واحد ما عنده يد فيها، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيختار، حنا غير مسيرين وليسنا بمخيرين. هنا كيبان التناقض، ديال التطاهم. واش عقلتي التطاهم نهار خرجت اختها البدويه ودعات على اصحاب السرطان وناضت هي تطاهم ضامنش مع اصحاب السرطان والامراض سنات شعرها. كيفاش انت كتضامني مع الناس اللي الامراض او السرطان وكنشوفوك دابا اليوم انك كتنمري بالمرض؟ هنا تناقض، هنا المصداقيه ديالكم ما كايناش، ما مشات لكم المصداقيه ديالكم، يعني انكم من شفتوا المشاهدكم طاحت، شفتوا المواضيع تسالوا لكم، درتوا هذه الطريقه باش تخرجوا يسرى في خرجه انتحاريه باش نتوما تعاودوا تهضروا وتهاجموا القنوات الاخرين. دابا انا اللي كنشوف مراد الخطه ديالهم شنو هي، غيديروا غير يسرى بحال لي طريق جبدوا بها الصداع والمشاكل، جبدوني انا، جبدوا الاخر، سبوا هذا، جبدوا الزروه اللي رونوها هنا رونوها لهيه، لاحوا يسرى تلاقى المصير ديالها طيح لهذاك القناه ولا تموت هي كاع ما شغلهمش فيها وصافي. هما هذه بالنسبه لي انا خطه انتقاميه باش ينتقموا من يسرى. هذا هو بغاو يهبطوها ولا يطفيوها، ما فهمتش فوالا كما كيدعيو انهم هما باغيين الخير. طلعنا لا دابا هما شنو كيقولوا مراد، خويا مراد سمح لي كنقاطعك، دابا هما زعما قالوا حنا بيناها حنا غادي نطفيوها، فهمتي؟ وفعلا راه كنشوفهم نجحوا واحد النسبه، لان غير انا اللي جاوا لعندي قالوا لي انسحبنا وراه عدد لا باس به. دخلوا التعاليق وشوفوا تقراو التعاليق اللي عندي. راني شفت، قريت التعاليق ديالك وقريت التعاليق حتى اللي كاينين في عند يسرى، هما كلشي يقول حنا غنسحبوا وحتى في القناه ديال ام ريان حتى هي نفس الطريقه، يعني حنا غنسحبوا حنا يسرى. دابا هما يعني هذه الخطه اللي داروا هما باش يهرسوا يسرى، رجعوا على الكونسيبت ديالها. علاش هما كيدعيو ان حقا يسرى حنا بغينا توصل 100,000، راه ماشي بهذه الطريقه باش توصلوا يسرى ل 100,000. الا باش توصلوا يسرى ل 100,000 علاش ما كتبارطاجيوهاش في المنتديات ديالكم عباد الله؟ هذه هي النقطه. علاش انا بغيت نفهم علاش انكم نتوما كنتوا طابعين في يسرى ومتابعين ديال يسرى، لان المتابعين اللي عندكم نتوما اقداموا، يعني الايميلات تبدلوا، كاين اللي بدل الايميلات مابقاش متابعكم، يعني ما بقاش عندكم غير الارقام، يعني بحال المتابعين ديالكم نتوما شارينهم من الشو يسرى غادي المشاهده عندها مزيان وغتخلص، يعني انت باقا شهر ما باقا اول خلصه ما تخلصتش من اليوتيوب وهرستوها. والله العظيم بهذا الفيديو هذا يعني خلوا يسرى تخدم على القناه ديالها، لا داعي انكم ديروا الحزازات وديروا كنسمي التحالفات ما بين القنوات. يعني يسرى حنا بغينا تبقى محايده، ما تكونش متحالفه، يعني واخا يكون مثلا صرب الحاج، واخا نكون انا مثلا كندافع على يسرى ياك، نعم، وانت كتدافع على يسرى، وانا وقع بيني وبينك شي مشكل ما خاصش يسرى تدخل، ما تجيش مع شي واحد ما بغيناش انا ولا ما بغاش، يعني ما خاصهاش دير التحالفات. يعني ان يسرى كلشي متضامن معها، كاع القنوات متضامنين معها. الا راحت حتى الجمهور ديال كبيسو، راه النص ديال الجمهور ديال كبيسو متبع يسرى ومتبع كبيسو. راه تبعوها، راه كانوا عند كبيسو تبعوها منين دارت، راه خرجوا من عند كبيسو خرجوا تبعوها هي. يعني راه ما كاينش، وماشي العكس، مثلا شي متابعين اللي كانوا عند طاطاهم راه ما جاوش عند يسرى. راه لاحظتي راه الا دار شي، انا نتحدى حسن مصلح يدير واحد الاستفتاء في المنتدى ديال يسرى، يدير استفتاء ولا يسرى دير استفتاء في القناه ديالها، ودير استفتاء تقول لي المتابعين ديالي العزاز الله يخليكم، انا بغيتكم ترشدوني حتى انا باقا جديده في اليوتيوب، رشدوني شنو ندير، واش نكمل على المحتوى ديالي ولا نخرج نجاوب الطرف الاخر ولا نخرج للجوب ديال المعاطيه، وديك الساعه تشوف التعاليق شنو غادي يكونوا. بلا ما راه كاين تعاليق طالعين، دخل تشوفهم فيهم 500 لايك، كاين تعاليق كلشي كيقول هادشي اللي غادي فيه راه ما يخرجكش، كاين تعاليق طالعين صافي. هذه هي المساله. حنا دابا هزينا عليهم الستيل الاحمر على قبل هذه النقطه هذه، انهم الا بغاو الخير يسرى يخلوا يعطيو اتساع، بعدوا منا صافي. حنا حاربناكم على قبل المنتدى، بعدتم المنتدى مزيان. وشنو غادي نكملوا في هذه الحرب مراد، ولا ننسحبوا ونتهناو مع راسنا؟ لا ما تنسحبش. لا شوف والله لا بعد الساعه صافي تقول لنا كاين مواضيع فاش نهضروا. حنا دخلنا في هذه القضيه ديال يسرى على قبل كلمه الحق وباش ننصروها، لانها حسبناها مظلومه من عند كبيسو. انا راه ناس ما يمكنش نسمحوا، ناس من الجاليه خويا مراد كانوا كيعيطوا لي يوصوني عليها. مرحبا، اسمع لي واحد النقطه نقول لك. شوف كاع الناس الجاليه حنا المتابعين هما راس المال ديالنا، حنا اللي قالوا المتابعين حنا غادي نديروه، ولكن حنا ما غاديش نتخلوا على يسرى. علاش؟ لان ماشي
نحيدوها من يدين كبيسو في الاستغلال ونطيحوها في يد الحرف باش يستغلوها. هذا الفيديو بحد ذاته راه استغلال. شفت يعني نتوما كتقولوا 3 المليون، عطونا الدليل ديال 3 شكون شكون كيفاش حنا هضرنا على شي 3 مليون كتبقاو تقولونا شي حوايج ما انا ما عنديش عليهم حتى العلم. ما عرفتش انا شكون اللي جبد 3 مليون. دابا هما دابا شوف يعني هما دابا كيستحمروا المتابعين حيت فقدوا المصداقيه، وزادوا هما البارح كانوا تيقولوا قنبله يا قنبله تفرقعتني في وجههم هما. والله الا تفرقعت فيهم ما عرفتش. الا لاحظتي المشاهدات ديالهم راه عاد باين هما المشاهدات طلع. لا واخا طلع هاد النهار ولا يومين كاع عطيهم نهار يومين غيطفاو. الناس راه كتعرف، الناس راه تبارك الله دماغ. دابا مشكله كي قلتي كيلفقوا لنا بعض الحوايج، كيقول لك انا مثلا سبيتهم، واش انا عباد الله كنسب؟ انا كيسبوني وما كنسبهمش. كيقول لهم وهذاك كيقول لنا جبد لنا التواصل والفاصل، ما فين سبيناكم اودي. لا شوف رجع القناه ديالو القناه ديال حنا ما كنسبوش، حنا كننتقدو كنتيحوا مرة باسلوب باقي. الا كنا غنسبوهم غنقولوا لي مجاهلين ولا الحرافيش فهمتي، ولا غنقولوا لي اجسام بغال وعقول عصافير. يعني غننتقدهم واحد نعطيهم واحد علاش حيت دابا بحال المساله حد اذا نطق السفيه فجوابه السكوت. حنا كنشوفوا على المحتوى ديالهم، هما ما عندهمش محتوى، ما عندهمش مواضيع علاش يهضروا. يعني تسدوا في جميع في وجوه جميع البيبان، قالوا شنو غنديروا ما نديروا، غنخرجوا يسرى هاد الخرجه انتحاريه لا اقل ولا اكثر. يعني نتوما عندكم علاش بحال بغاو يحوروا هما، بغاو يحوروا قالوا اليسرى اما تكوني معنا ولا تكوني ضدنا. هادشي اللي فهمت من هاد الكلام ديالهم هما، يعني هما ضغطوا على يسرى. ربما دابا يسرى ما متبعينش كيوهموها بان حنايا اشرار باغيين لا الشر وباغيينها تخسر. ربما ما عرفت شنو. لا بالعكس، لا شوف حنا الحمد لله حنا ماشي اشرار، والافعال ديالنا كدل على ذلك. حنا الانتقادات ديالنا كنتقبل نقد بناء، وشي حاجه اللي غتعرض يوصل مسائل القانون راح نهضروا. يعني حنا فريق في الدخول السريع. حالة الطوارئ. الدخول السريع فوالا. يعني راه شوف يعني حنا ماشي عارفين هضرنا، حنا ما هضرناش. شفنا الجمهور شنو الجمهور ديال اليسرى داكشي التعليق شنو باغي. اما باش يخرجوا هما يقولوا لك لا حقا داك التعليق ديالكم نتوما، كيفاش ديالنا حنا؟ واش حنا كنشوفوا متابعين ديال يسرى؟ لا ما كديرش صح. كاين اللي ديال الانتساب، كاين اللي مخلصين رزقهم في قناه يسرى باش يدعموها. صح فهمتي، يعني مخلصين رزقهم في قناه يسرى باش يدعموها، واخا ما يشوفوش المحتوى ديالها راه كيخلصوا لها الشهر، يعني كيدعموها. دابا نتوما كون بغيتوا يسرى خويا مراد ولا الخير ما تدخلوهاش في حسابات خويا مراد حسابات بين القنوات. هاد القضيه ديال الانتساب جاو عندي ناس وهضروا على هاد القضيه ديال الانتساب، وقال لك والله المحتوى حنا ما كان زعما ماشي راه عاجبنا شي حاجه كتصنع ولا، قال لك حنايا كنتفرجوا فيها باش ندعموها وعاد بقات فينا وعزات علينا. ماشي زعما راه يسرى كتقدم شي محتوى شي حاجه، راه داك الشيء بسيط، ولكن الناس متعاطفه معاها وباغيينها توصل وباغيينها تخدم على راساتها، يعني متعاونين معاه ماشي على شي حاجه. ولكن ما تجيش ما خصهاش تنساق وراء يسرى. نقطه القوه ديالها شنو هي؟ المتابع نقطه القوه ديالها اللي كانت حدا شنو هي انها ما كانتش كتجاوب كبيسو راه بغا يطرطق باش غير تجاوبو وما جاوباتوش. هي في عوض ما تجاوبو كتدير المحتوى ديالها، وهذا المحتوى ديالها هي اللي كدير ديال الطبخ، راه محتوى مشرف كيشرف بينا حنا كمغاربه نتابعوه. يعني حنا بحال كنشجعوا الطبخ المغربي، يعني دير لنا اي حاجه دير اي اكله مغربيه طيبها وديرها وتشاركها مع الجمهور ديالها. الجمهور ديالها غادي يتبعها ويخليها مزيانه، غادي يتفاعل. اما الجمهور ملي غيشوفها انها خرجت المستنقع ديال التفاهه، انها خرجت المستنقع باش قنوات اخرين يستعملوها كوسيله لتصفيه الحسابات بين القنوات وباش يلقاو المواضيع باش يخدموا، راهم داروها دابا. راه هما دابا لحوا الزيد والعافيه ولحوا دابا غادي يبقى حتى هما دابا غادي يبقاو حق حنا كندافعوا عليها، حق حنا ما بغيناش حق. شوف الا لاحظتي دابا بغيت القصيد ها هما دابا مني خرجات فاتي امرايا كل تضامن معاها هضرات على كلمه الحق، راه هذا كلشي كيعجب فيها. ناطق لافر العجله ناطق كلشي هادشي كان مخططات، هادشي كانوا مخططات فوالا. فهمتي، يعني هما كانوا باغيين يخلقوا مواضيع، زائد انهم هما تيقولوا بواحد الليفات انهم كيدافعوا على هذيك ساره وسميتو واحد الليف راني دابا كننزل فيه. راني غتنزل شي حاجه مراد؟ غتنزل فيه دابا صيفطوا لي بني ننزلوا نبارطاجيوها باش ان شاء الله. غادي هاد النقطه غادي نهضر فيها على ديك ساره اللي كانت قالت بان هذيك سكينه زوجة الاخ ديالها هي اللي اتفقت معاها، ونجبد ديك النقطه بان زعما الشمكار ديال صافي خلي تشرح عندك. قال لهم اسمع
لا ماشي مشكل، نعطيك بعدا واحد النبذه باش الجمهور يعرف، حيت دابا الجمهور خصنا نذكروه بهذه المراحل، فهمتني، باش مزيان. يعرف بين القصيده هذه. يعني كيفاش نتوما كتقولوا بان حنا ما كنعرفوش هاد الثاره، وبان هاد الثاره يكسير، وعندي واحد المقطع صوتي شنو تيقول بان هذيك هذاك دابا بغلت القبور كتعترف، كنت سمعتو يعني سمعتو يعني عندك. هي في اللايف ديال القنيطري كتنكر بان ما كانش عندها علاقه، وفي الخاص كتقول لي راه انا اللي صيفط هذا الدوسي، هذا الملف اللي هضر عليه القنيطري. والشبكار ديال تركيا تيقول لي انا كنحييك حيت تشجعتي وهضرتي على هذا الموضوع. يعني كانت كواليس، كانت خطه مدروسه على قولها سميتو شغل العصابات هذا والله العظيم. يعني هاد الوقيته اللي كنهضروا فيها حنا هاد لا بيريود هي لا بيريود اللي كتسلمش بها القناه انا يسرا، نعطيش القناه ديالها في المسائل. انت دابا خويا مورا شوف، ما عمرهم شافوني، ما عمرهم عرفوني. الحاجه اللي زوينه هي يعني صافي سلمتي القناه، واللي راك تحط في مشاكل كثيره صاحبي مع المتابع، مع بقوه هاد الروينه وهاد القنوات، وانت غادي يدوخوك هاد الناس، غتبقى تحذف لهم هاد المحتويات الفاشله، وغادي تلقى علاش كتحذف كيفاش الروينه، وما هادشي اللي بغاو يحيدوك انت باش يديروا ما بغاو. فوالا هادشي دابا هما شنو، دابا انا في الاول ملي كنا اتفقنا في الاول هما شنو كانوا قالوا، حنا انا كنشدوا معاهم الكلام، الكلام ديالهم هما كنشدوا انا. هما قالوا بان يسرا غدير المحتوى ديالها وما غتخرجش في المحتوى ديال التفاهه، ولا نجاوب على الطيب ولا كبيسو وتتعاطى معاه. هادشي اللي كانوا قالوا. نعم. وهادشي اللي هادشي قال مصلحه كنتفق على هادشي، وما كلشي الا يطو ما كانش يطو اللي كانت باغا تخرج. يعني شكون يعني تعطاه البدايه كتزيد يطول هاد المسائل. دابا هما ملي شافوني انا ما غاديش حيدت لهم داك اللايف ديال التنمر، بغيت بحال اللي كان هو الوسيله الوحيده باش كان كبيسو غيشد يسرا من هاد النقطه. دابا ها هما داك اللايف حنا حيدناه، يعني حيدنا الدراري باش كبيسو ما يشدش يسرا. فاذا باليوم هو كبيسو طلع بلايف اليوم تيقول لهم ظهر الحق الله سيدي عطيتو الفرصه قال حرافيش. يعني انتم عطيتوا الفرصه، علاش؟ يعني زدتوا اكدتوا لي انكم هذا الكبيسو فين هضر ثاني، والدليل ان كبيسو اليوم ملي كتب داك العنوان راه طلع عنده 1000 لايف. كلشي داخل يعرف الحقيقه. يعني فهمتي، يعني بحال بغاو يبينوا بان كلام كبيسو على حق. غادي يفرح يفرح يقول لك يعني هادشي كلشي فوالا، يعني هادشي كلشي خطه مدروسه. علاش؟ حيت هما ماشي من مصلحتهم يتخدم على المحتوى ديالها، هما من المصلحه ديالهم باش يخدموا بالالتس خاص يسرا تخرج للتنمر وتخرج، واخا هي ما تقول والو، هما خصهم يجلسوا وحدهم يتنمروا باش يلقاو القنوات اخرين علاش يهضروا. بصح يعني قنوات بحال مثلا فاتي ريان كانت كتدافع، هي الوحيده اللي دافعت على يسرا بكل شراره، وكنحييها من هذا المنبر عندك، دافعت على يسرا بكل حراره. الدفاع اللي دافعت على يسرا هذيك فاتي ريان ما دافعتش عليها لا طاطاهم لا ديك خلافر العجله. انا دابا كنقول خلافر العجله باش هذا الواقع، ما نقولش لا التيليتوبيز، هذا الواقع هذا. يعني انت كيفاش انت كنتي كتسربي، كانت كتسرب يعني دواصه من عند المحامي، ودابا انت جريتي المحامي، دابا جريتي المصداقيه ديال ما واحد ما بقى تيق فيه. خطر. انا مثلا نكون في باس وهذاك المحامي ديال يسرا ما غنتيقش فيه. علاش؟ لانك انت انا الموكل ديالي سرب لي المعلومات ديالي ديال القضيه ماشي من حقه، حيت من اخلاقيه المهنه. واخا المحامي ديالي انا يبغي يدافع على الخصم ديالي، خصو يتشاور معايا، خصو ياخذ الموافقه ديالي. عادي يمكن اللي يدافع على الخصم ديالي. والمحامي ايضا من بين اخلاقيه المهنه ايضا ما عندوش الحق مثلا مثلا الخصم ديالي طلب مني السماحه، ما عندوش الحق يسمح لي تيتشاور معايا انا، تنقول لي انا سمح لي عادي يطلب هو السماحه. يعني هادشي من بين اخلاقيه المهنه ديال المحاماه. كيفاش نتوما دايرين هاد الكواليس هذه؟ كنت اخبار المحامي بدون اخبار عائله يسرا، ويسربوها بيناتهم، يسربوها ويهضروا عليها. واحد دابا هما دابا تمفهوم الاستغلال ما عارفينوش، راه غير باش تجيب واحد داك وتقول لي قول راه كيتسمى استغلال. راه بلا ما تستعمل الصور حق المينياتور كيستغلوها في المينياتور. اش رخاويه. حنا راه هضرنا على المينياتور في المنتهى، هضرنا على المنتهى كيفهموش دابا الهضره في الوساطه. يعني حكم الاستغلال ما عارفينوش، باش تجيب واحد الشخص وتحطيه حداك وتقول ليه قول. سين اخويا مراد سين اخويا مراد، اخ مراد، سي مراد، اسمح لي باش نفهمها لهم بطريقتي، باش نفهم لهم القضيه ديال المينياتور. فكرتيني فيها، شكرا. اسمع الحرافيش، يا الحرافيش، يا ابو الزبال، يا الحشرات المضره،
نتوما ما فاهمينش علاش هضرنا على المينياتور. المينياتور قلنا بان كاين مينياتور مثلا فيديو فيه الطيب وفيه العربي وفيه السبان والمعيور في الصوره ياك، ولكن حنا علاش هضرنا ما يكونش في المنتدى ديال يسرى. ما المينياتور دير المينياتور لعلق تا قزيبتك سما، ولكن ما تكونش محطوط في المنتدى ديال يسرى، لان غيتسكرينا شوفوا يسرى اشنو كتبارطاجي. هادشي غيستغلوا سي كبيسو. ها علاش هضرنا على اما المينياتور حتى اللي بغيتي سمايا. كمل اخويا مراد. فوالا هذه هي النقطه مزيانه، هذه هي النقطه اللي بغيت نوضح لك انا. يعني المينياتور دير مينياتور حطها في القناه ديالك انت، ولكن ما تحطهاش في المنتدى ديال يسرى. ما تجروش يسرى المستنقع ان الكبيسو يشد عليها التحريض. خلينا سكرينيها يمشي يرفع الشكايه يقول لي بانك تحرض عليا القنوات، وانا القنوات عندي رافع الشكايه. يقول لي عندك شي دليل؟ يقول لي فوالا ها هي المينياتور، ها هي الصوره ديال المينياتور ديالي كاينه في المنتدى ديال القناه ديالها، ها هي. ويدير لها التفريغات ويتابعها بالتحريض، لا اقل ولا اكثر. حنا كنهضروا معكم من الشق القانوني. الا بغيتوا نديروا واحد الحلقه خاصه ونفهموكم شنو هو مفهوم الاستغلال، راه نشرحوه لكم. داير لهم السوايع مراد. فهمتيني ولا لا؟ نديروا لهم واحد السوايع مراد وانت اخويا نديروا لهم السبوره اخويا شحال نديروا ورقه ستيلو احمر ونشرحوا ليه مفهوم الاستغلال. وبان لي ومراد واخي مراد بان لي راسهم قاصح وخدمتي معاهم بما فيه الكفايه وشتم والو بحال اللي نعسلهم بغل في راسهم حاشا المتسبح. وعيتي تشرح، عيتي توضح، عيت. ها هما دابا انا ملي كنت معاهم حسنوا من المستوى ديالهم، ما بقاوش كيسبوا ما بقاوش كيعايروا. ها هما دابا اليوم حنا كنشوفهم كيخرجوا كيسبوا كيعايروا في فاتي امريان. فاتي امريان شنو دارت لكم؟ ما دارت لكم مسكينه والو، قالت كلمه حق. شافت الكونسيبت ديال يسرى خرج عن السيطره، يعني ماشي المحتوى ديالها، المحتوى ديال الطبخ خاصها تبقى في الطبخ. فاتي امريان قالت لكم اودي هذاك الفيديو ما تحطوش في قناه يسرى، حطوه في قنوات ديالكم نتوما وخلوها بعيده على المشاكل، على تصفيه الحسابات بين القنوات. انتوما نتوما كتهاجموا فيها كاملين، كتهاجموا فيها. علاش؟ حيت قالت كلمه الحق. حيت هاد الناس هاد حرافيش ما كيبغوش اللي يقول كلمه الحق. صح. الواقع يعني هما هذا هو يعني المحتوى ديالهم في الاعراض المعاطيه. راكم شفتوا دابا حتى الوقفات ديال امام المحكمه ما غيبقاوش عندهم. لا دابا راه امور الزيره قنوات يمشيو يوقفوا قدام المحاكم ويبداو يصوروا يسرى كذا. والدليل ايضا ان المحكمه اللي دازت هذيك الحرفوشه التيلي انا نسميها التيليتوبيز، هذيك التيليتوبيز اللي قالت ملي كانت يسرى فاتحه اللايف ديالها وكتهضر على المحكمه، وراك تذكرت هذه النقطه في الفيديو ديك اللي بيتش. وجاو المتابعين قال لها حشومه يسرى فاتحه القناه فاتحه اللايف وانت فاتحه اللايف. قالت لي من حقا راني ما في خبارات كذا وهذه، وقالت له اللايف وجالس وسمع صوتك. هذيك وراه حطينا المقطع الكراس. قالت لك لا ماشي عليها، على واحد السيده وحده اخرى. سبحان الله العظيم. وانت اصلا وهي دابا سدات اللايف عند بالها اللايف ساهله صافي. شوف الى ذكرت هذه القضيه عندي مقطع اخر انها كتقول كي جيتك في عائلتها. اسمع عائلتها واختها واللي اختها كتصدق. اسمعي اختي سمعوا خوتها عائلتها. يعني هي ولا ثاني الا نكرات ثاني غنجبد ليها واحد المقطع كتقول فيه انا كنمشي نجيب المعلومات من عند المحامي بلا خبر عائلتي. سمعتو هذا. وعندي مقطع اخر كتقول كل مقاطع باش تبان معاه في القناه ويدافعوا على يسرى، لان هذاك الطاطا ما كانش خدامه فابور باش تدافع على يسرى، كانت كتشد الفلوس. كلشي مخلص نديري. هادشي مراد غادي تحطوا لنا اخويا عندك في القناه باش الناس تسمع. عيد عاوتاني واكرر حتى ما عرفتش شوفوا هادشي هذا واش غيدخل لكم من لاطيط ولا لا. غادي نحطوا وغتسمعوه. هي كيفاش كتقول بان كانت كتعطي طاطاها حوايج الماركات الغاليين وتدار الرويح ويعطوها الفلوس ويعطوها كذا، وتقول لي كيفاش كما هي غدرتني ما نتيقش فيها انا نلبس معاها في الدار تغدرني مره اخرى. هاك عدي هادو والله ما فهمتهمش دابا. واقسم لك حط لهم القنبول اقسم المصداقيه غيحط. اقسم لكم بالله الا دابا في هاد الايام في هاد الاثناء والله ما كاين شي مكالمه بيناتهم الا شي كيسجل شي وشي شاد على شي. هذوك راه بحال الدياب عايشين مع بعضياتهم، ما كاينش الثقه ما كاينش الرحمه. يا اخي مراد كنكتفيو بهذا القدر. بارك الله فيك، شرفتينا على الوضوح ديالك، وان شاء الله كنتسناوك. الله يحفظك خويا مراد، كنتسناوك ان شاء الله تزيد توضح لنا اكثر بالدلائل كما العاده في قناه مولا الريزو.
الله يحفظك خويا مراد. مراد الرجل القاصح. مولا تحياتي لك خويا. مرحبا خويا مراد. يا تصيفط لنا خويا مراد اللايف ديالك ولا الفيديو ولا شنو ندير؟ ان شاء الله غنقادو اليوم ان شاء الله وغادي نصيفط. ان شاء الله. ما غنهضرش فيه انا، غنحط فيها المقاطع. صافي احسن باش تكون مفهومه. صافي كاع. يعني انا كنخاطب المتابعين الراقين. كيجي واحد مثال قال لي الحر بالغمزه والعبد بالدله. صافي الله يعطيك الصحه. صافي ان الله خويا مراد. السلام عليكم. كما سمعتوا الاخوان، لان في الصباح كنا غادي نناقشوا هذا الموضوع، ولكن مراد كان ما مساليش وقال لي ان شاء الله نتواصلوا، نبغيو نعرفوا الراي ديال مراد وراي المتابع ورايكم حتى نتوما كذلك. اكتفي بهذا القدر. كنبغي نقول لكم تحياتي لكم، الله يحفظكم من جيكم. ما تنساوناش من اللايكات والبارطاج، واللي بغى اي مداخله يوصل الصوت ديالو ما عليه الا يلتحق بنا عبر الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله.